السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل سيدات كتير اسمه لحمية الرحم. أحيانا الست تروح لدكتور النساء أو دكتور الأشعة ويقول لها في عندك لحمية داخل تجويف الرحم. إيه قصة اللحمية دي؟ اللحمية دي عبارة عن أحد أنواع الالتهاب أو الأورام. يعني ممكن بدايته تبقى عبارة عن التهاب بسيط في بطانة الرحم، تبتدي اللحمية تكبر سنة سنة من ملي لممكن توصل لحجم 4 و5 سنتي، كبيرة. اللحمية لها أعراض كتير، ممكن تعمل نزيف، ممكن تعمل وجع مستمر، ممكن تكبر لدرجة إنها تنزل من عنق الرحم. ممكن تبقى عرض لا قدر الله لأورام خبيثة أو أورام سرطانية. ممكن تعمل وجع مستمر في الحوض زي وجع الدورة بس مستمر. ممكن تكون احد اعراض الاورام الليفيه، يعني اللحميه دي ممكن ما تكونش غشاء بسيط، لا ممكن تبقى او انسجه بسيطه، ممكن تبقى ورم ليفي. الحاله دي بتبقى الماتيريال بتاعتها ناشفه جدا. طيب ايه مشكله اللحميه؟ اللحميه على حسب الحجم بتاعها بنقسمها وعلى حسب عمر السيده. يعني لو السيده عمرها اكتر من 40 سنه واللحميه حجمها صغير اقل من 5 مللي ومش عامله مشاكل خالص، بنعمل فولو اب بس بالسونار، بنتابعها بالسونار، ولو زادت او كبرت او حصل فيها اي تغير بتتشال. طيب اللحميه بقى لو الست هتعمل حقن مجهري، لو الست اللحميه دي عباره عن ورم ليفي، دي لازم تتشال. بتتشال بايه؟ افضل وسيله لشيل اللحميه او الاورام الليفيه داخل التجويف هي المنظار الرحمي. المنظار الرحمي فيه طريقتين برضو للشيل، ممكن بنشيلها بطريقه بلانت، يعني بالمقص تتقص وتتشال، وممكن بنشيلها بحاجه اسمها ريسكتوسكوب او آلة بتقطع الاورام الليفيه او اللحميه داخل الرحم وبتطلعها عباره عن قطع. في الحالتين الموضوع بيبقى سهل جدا، العمليه بتتعمل تقريبا في نص ساعه، والسيده ساعتين وتروح بالكتير وتروح من المستشفى. مفيش نزيف، مفيش وجع، الامور بتبقى كويسه جدا بالنسبه لها. قبل كده زمان كان ممكن السيدات تفتح الرحم زي القيصريه كده علشان تطلع اللحميه دي، لكن مع تطور المناظير الرحميه ممكن نشيل اللحميه دي بسهوله جدا. وهتلاقي فيديوهات كتير على الصفحه عندنا وعلى قناه اليوتيوب فيها شيل لحميات بوسائل مختلفه جدا، منها المقص والمنظار الرحمي، ومنها المنظار العلاجي اللي هو الريسكتوسكوب. في النهايه بنقول لكم الف سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.